السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية من غير شواية وبتتبيلة من خضار موجود في كل بيت وبمنتهى السهولة. معايا فرخة غسلتها وقطعتها، غسلتها كويس بالدقيق والملح وحطيتها في مصفى عشان تصفي المية بتاعتها عشان احنا عايزينها بدون أي سوائل. معايا 7 فصوص توم، بصلة متوسطة، طماطمية متوسطة، قرنين فلفل، ممكن نخلي الفلفل كله رومي، ممكن نضيف قرن فلفل حار لو احنا بنحب الشطة. معايا معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره بودره مرق دجاج، ربع معلقه شطه، نص معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه كزبره. هنجيب الخلاط بتاعي، هضيف فيه التوم، الطماطم، البصل، التوابل، نص كوبايه من الميه والفلفل، وهضربهم كويس واخلطهم واخليهم ناعمين جدا بالشكل ده. دلوقتي هجيب الصينيه اللي انا هشتغل فيها وهنزل بالفراخ بتاعتي في الصينيه، وبعدين هنزل عليها بالخلطة بتاعتنا وهضيف شوية زيت. كده المية قليلة في الصينية، انا هضيف كمان نص كوباية من المية على الفراخ بتاعتي. بعدين هغطيها بالفويل، وطبعا انا مسخنة الفرن اول ما بدأت اشتغل في الفراخ. هاخد الصينية بتاعتي احطها على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، الرف اللي فوق الفرن مباشرة، لمدة 35 دقيقة. بعد ال35 دقيقة هشيل الفويل بتاعي وهسيب الفراخ تكمل سواها في الفرن وتاخد لون. كمان هعمل جنب صينية الفراخ صينية بطاطس، وهنعمل الرز، والأكل كله هيخلص مع بعضه في نفس الوقت. بعد ما يعدي الوقت الفراخ هتطلع معانا بالشكل ده، واخده لون وريحتها حلوة قوي وطعمها جميل ولذيذ. بصوا دايبة دوب في السوا، كمان الصوص اللي تحتيها طعمه جميل جدا. ده كان فيديو النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم. لو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتدوسوا على زر اشتراك عشان يوصلكم مننا كل جديد. اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.